عارف يا علاء، أنا شفت إعلان لمسلسل في رمضان الإنتاج فيه مرعب. ده الواحد السنة دي مش هيقوم من قدام التلفزيون. أنا ظبطت الليستة خلاص، ناقص بس نجيب يميش رمضان والزينة ونبقى زي الفل. والله يا باسم، انت وطموحاتك دي بتفكرني بحد بيجهز شنطة سفر فخمة جدا وغالية جدا، بس نسي يحط فيها هدومه. نعم، يعني إيه؟ ما هو رمضان يعني الأجواء دي، فانوس وكنافة ولمة ومسلسلات. رمضان كريم يا عم. رمضان كريم طبعا، بس عارف ساعات بفتكر الناس اللي فهمت رمضان صح زمان، الصحابة والسلف. الناس دي ما كانتش بتستنى رمضان عشان تغير جو، دول كانوا بيستنوه عشان يغيروا نفسهم. تخيل، كانوا بيدعوا ربنا 6 شهور قبلها انه يبلغهم الشهر الكريم. 6 شهور؟ ده أنا يدوب ببدأ أحس برمضان لما بشوف إعلان المقالب في التلفزيون قبله بأسبوع. ما هي دي الفكرة، هما كانوا بيستعدوا بالتدريج. يعني مش داخلين رمضان فجأة كده يبدأوا قرآن ويصلوا فيتعبوا. لا لا لا، دول كانوا بادئين من بدري علشان لما رمضان يجي يبقوا فعلا في الفورمة. تصدق يا علاء، احنا فعلا قلبناه موسم، موسم اكل وموسم تمثيل وموسم خروجات، وبننسى انه اصلا موسم اصلاح. بس برضه يا علاء الدنيا صعبة والواحد بيحتاج يتسلى. ومين قال إن الصيام محتاج تسلية؟ الصيام ده عبادة، والعبادة مش محتاجة تسلية، دي محتاجة مجاهدة. المسلسلات دي يا باسم هي أكبر حرامي للوقت في رمضان، تسرق منك الخشوع، وبتسرق منك وقت قراءة القرآن، وبتملى عينيك بحاجات ربنا ما يرضاش عنها. اللي عايز رمضان يغيره بجد لازم يقطع من المسلسلات دي تماما. يقطع تماما؟ دي صعبة شوية الصراحة. الصعب فعلا هو إنك تضيع فرصة ممكن ما تجيش تاني. السلف كانوا بيستعدوا بالقرآن والصلاة والصدقة من قبل رمضان عشان يدخلوا وهم جاهزين. احنا بنستقبل رمضان واحنا بنخطط ازاي نضيع وقته قدام الشاشات. ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام قال في القرآن لعلكم تتقون. التقوى دي مش هتيجي واحنا بنضيع الساعات قدام التلفزيون. يعني انت شايف الصح ان الواحد يقفل الباب ده خالص السنة دي؟ لو عايز تحس بفرق حقيقي في قلبك، أيوة، استقبله بتوبة ونية صادقة. ابدأ من دلوقتي، زود في صلاتك، افتح المصحف كل يوم، اتعود ان لسانك يبعد عن الغيبة والشتيمة، وافتكر ان رمضان مش جاي عشان نتفرج، رمضان جاي عشان نرجع لربنا بجد ونصلح اللي انكسر فينا طول السنة. عارف يا علاء، كلامك ده خلى شكل المسلسلات في عيني يصغر قوي. الموضوع فعلا محتاج وقفة مع النفس. هي دي البداية، ان نيتك تكون صادقة. صدقني، لذة سجدة طويلة في التراويح أو ختمة قرآن بتركيز أغلى من الدنيا كلها. عندك حق، رمضان السنة دي ملوش علاقة بالشاشة خالص. ربنا يبلغنا رمضان ويتقبل منا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.